جمعة أخرى تتكرر فيها التظاهرات في الديوانية، وكسابقاتها شعارات ومطالبات مختلفة كانت حصة الأسد فيها التأكيد على تنفيذ دعوات المرجعية بإصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الحقوق. خرج هذا الشعب من أجل أن يقول للظلم كلا، من أجل أن يقول للظلم لا، من أجل أن يقف بوجه الفساد. خرجوا لأنهم أبناء علي والحسين، خرجوا لأنهم وصلوا إلى درجة من اللا تحمل، لأنهم فقدوا كل شيء، فقدوا أرواح أبنائهم من أجل الوطن. ولكن أين هذا من السياسيين؟ اليوم الشعب العراقي ينتظر خطبة الجمعة بفارق الصبر حتى نسمع خطيب الجمعة يأمر الحكومة ويطلب من الحكومة وكذلك من البرلمان العراقي الإصلاحات. اليوم أيها الأحبة خرج طبعا جماهير الديوانية من الشرفاء والأحرار والوطنيين، وخرجوا بكافة شرائحهم الاجتماعية، خرجوا ليطالبوا بحل مجلس المحافظة. شوف ايش قد طلعت هاي المظاهرات اللي تقدر بالعشرات الآلاف هي لأجل الإصلاح، وإلا يجب عدم ترك هؤلاء يفعلوا ما يشاءون بالبلد. الوضع السياسي لم يغب عن أصوات المتظاهرين الذين تنوعت انتقاداتهم لما يحصل من بعض الكتل لتعطيل عملية الإصلاح. اليوم الأعداد الكبيرة التي خرجت تتظاهر دلالة على إفرازات صراعات الكتل السياسية التي لم تجلب الخير للبلد. مع الأسف الجماهير اللي خرجت اليوم القضاء على كبار الفاسدين وتوفير الخدمات وتوفير الكهرباء. خرجت هذه الحشود الذي تطالب بالإصلاح، نريد ثمرة جهودنا. الثمرة شنو هي؟ عندما أعلنوا أنهم مستعدين للإصلاح نريد تنفيذ، ليس فقط أقوال وليس فقط تهدئ أنفس الناس، نريد تنفيذ الوعود الصادقة. كبرى عدد المتظاهرين هي الصفة الأبرز في هذه الجمعة الذي شمل مختلف الشرائح للتعبير عن مشاكل أصبحت جزءا من شعارات تتكرر في ساحات التظاهر منبر الشارع العراقي في كل أسبوع. من الديوانية أحمد الجبوري، الغدير.